ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي المتواضعه. انا دعاء عسقلاني. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله. اهلا بكل الناس اللي نورتني الفتره اللي فاتت، بجد مش عارفه اقول لكم ايه يا جماعه. والله يعني انتوا بتخلوني اعجز عن الكلام وعن التعبير بالحفاوه اللي انتوا بتقدموها لي وبكلامكم الجميل. شكرا على تشجيعكم وشكرا على كل الحاجات الحلوه اللي بتعملوها معايا. فيديو النهارده مختلف حبتين، وكمان عايزين نبدا سلسله كده اسمها سلسله التوفير. المنتج ده انا شفت ناس كتيرة بتستخدمه، وناس قرايبي كتير بيستخدموه وبيشكروا فيه وقالوا لي بيوفر جدا وبيعمل كمية كبيرة جدا من الصابون السائل. المنتج ليه فترة طويلة جدا في الاسواق، فبالتالي القيمة بتاعته او الجودة بتاعته هتقل. فانا قلت بقى الحقه ونجربه مع بعض علشان لو طلع مظبوط نعتمده خلاص بعد كده. وفعلا جبته، ودي كانت المرة التالتة اللي هجربه معاكم فيها. بس المرة دي كان لازم اعمله بالطريقة الصح، لان انا عملته قبل كده بطريقة غلط. هكتب لكم على الشاشة ايه اللي كنت بعمله غلط، وهوريكم الطريقة الصح اللي هي في الفيديو. زي ما انتم شايفين بيبقى فيه كيسين موجودين، في كيس عبارة عن باودر وكيس عبارة عن زي مادة اللي انتم شايفينها دي كده، يعني السمك بتاعها تخين حبتين. طبعا الموضوع ده انا عامله له ادوات مخصوصه زي ما انتم شايفين. اللي بقلب بيها دي المعلقه الخشب، دي معلقه خشب اتكسرت، فانا خصصتها خلاص للموضوع ده علشان تبقى بعيد عن الحاجات اللي بنستخدمها في المطبخ. زي ما قلت لكم الحاجه الغلط اللي انا كنت بعملها قبل كده هكتبها لكم على الشاشه، والحاجه الصح اللي انتم شايفينها في الفيديو هي اللي بتحصل. قلبنا الخليط بتاعنا كويس جدا لغاية المادتين ما يمتزجوا كويس جدا مع بعض. بعد كده جبت كمية المية بتاعتي. جبت الاول كمية صغيرة، هو المفروض بيتخفف ب 8 لتر مية. انا ما جبتش ال 8 لتر كلهم، انا جبت كمية مية صغيرة وبدأت افك المادة زي ما انتم شايفين واقلب فيها، احط حبة مية واقلب شوية، احط حبة مية واقلب شوية لغاية ما عبيت البولة كلها زي ما انتوا شايفين. دي الكمية بتاعتي، ما عملتش اكتر من كده. هتعرفوا قدام ليه انا عملت الكمية دي بس. طب دول 8 لتر؟ لا مش 8 لتر، دول تقريبا كانوا نص الكمية اللي هي 4 لتر بس. طب فين بقت 8 لتر؟ انت مش قلتي هنعمل كمية حوالي 8 لتر؟ اه فعلا هنعمل 8 لتر. حطينا الخليط بتاعنا على جنب علشان يرتاح حبة، وجبنا العبوات بتاعتنا اللي هنحط فيها الصابون السائل. طبعا العبوات دي اخدت لها شهور على بال ما اتجمعت. كل ما كان يفضى عندي حاجة كنت اغسلها واشيلها على جنب لغاية ما جمعت لي حبة حلوين. طبعا الجردل الابيض اللي انتوا شايفينه ده او الجيركن الابيض اللي انتوا شايفينه ده هو ده العبوة الاصلية بتاعة الصابون او المنظف السائل بتاع المواعين. تمام، ده بقى سعره حاجة خرافية دلوقتي. فطبعا وده الحجم الصغير، مش اي حجم، لا ده الحجم الصغير. فانا ليا فترة طويلة جدا بطلت استخدمه ومحتفظة بس بالجيركن، وبعد كده بحط فيه الصابون السائل اللي انا بعمله قدامكم ده. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه بدأ يتقل حبتين. حضرنا العدة بتاعتنا علشان نبدأ نعبي الصابون السائل ده. الجزئية دي من اجتهادي الشخصي، او بمعنى اصح بعد كمية التجارب اللي انا عملتها. الطبيعي والعادي ان احنا بنسيب الصابون السائل ده في طبق كبير وبنعبي كمية المية عليه علشان نسيبه يقعد كويس كده مع نفسه علشان المادة بتاعته تتقل. ده الطبيعي والمنطقي واللي الناس كلها بتعمله. انا بقى ما عملتش لا الطبيعي ولا المنطقي. امال عملت ايه يا ست الكل؟ الطبيعي والمنطقي ان انا هاخد الطبق بتاع الغسيل واللي فيه الصابون السائل وهحطه في اكتر مكان يعني ممكن يتواجد فيه في الحمام او في البانيو بمعنى اصح. طبعا الولاد داخلين خارجين وممكن يلعبوا فيه، ممكن لا قدر الله حد فيهم يتزحلق وينزل يقع فيه، وممكن الافكار تشتغل والفهامة تشتغل ويبدأوا يعبولي عليه مية. كل اللي داخل الحمام يطري لي كده عليه شوية. طب وانا هقعد في الروشة الكدابة دي ليه؟ فانا قلت هعمل حاجة تانية خالص. كل عبوة من دي اخدت مليتها نصها من الصابون السائل بتاعي، والنص التاني حطيت عليه مية ورجيتها كويس وسبته يتخمر في العلبة نفسها.
يعني ما حطيتش في طشت ولا طبق ولا اي حاجة، سيبته يتخمر ويتفاعل ويتقل والمادة بتاعته تتقل في العلبة نفسها. كده بالحركة دي وفرتي وقت ووفرتي مجهود وكسبتي ان انتي ما كركبتيش المكان بتاعك، ما خليتيش حاجات قاعدة مفتوحة ممكن الاطفال يلعبوا فيها او يبوظوها لك. فعملت الفكرة دي، فدي كانت اجتهاد شخصي مني. طبعا احنا شايفين الكمية اللهم بارك قدامنا، يعني 5 عبوات، انا مش محتاجة اقول اي حاجة. طبعا الكمية دي لو كنا اشترينا السائل المعتاد اللي احنا بنجيبه كل مرة هيعمل مبلغ وقدره. فعلا جميل جدا، المادة بتاعته حلوة جدا. طبعا قبل كل استخدام برج العبوة كويس علشان لو في حاجة مثلا نزلت تحت وقعدت في القاع كده، او المادة تقلت ونزلت في الجزء اللي من تحت فتختلط بباقي الحاجات اللي موجودة في العبوة بتاعتي. حاجة مهمة جدا، من لا يشكر لا يشكر. طبعا اللي علمني الموضوع ده الست اللي بتيجي تساعدني في البيت، ربنا يبارك لها في صحتها يا رب. لما جت ولقيتني محتاسه بيه، يعني انا جبته اول مره وبوظته، وجبته المره التانية ما بيأسش، يعني هبوظه يعني هبوظه. جت ولحقتني الحمد لله المره التانية، فبشكرها جدا لانها هي اللي علمتني الطريقه الصح ازاي اعمله وازاي اخلطه مع بعض. انا كنت خلاص عبيت العبوات بتاعتي وعبيت الديسبنسر بتاعي، وكمان فضلوا حبه غسلت بيهم. بعد ما عبينا غسلت الاطباق، كل الحاجات اللي هي مفروض تتغسل على الايد او الحاجات اللي باقيه رحت وبدات اغسلها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله.